تفاجأ البرازيلي إيريك يورغينز لاعب نادي العين الإماراتي لكرة القدم من غياب زميله المغربي سفيان رحيمي عن لائحة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2024 رغم المستويات الكبيرة التي قدمها رحيمي سواء مع ناديه الإماراتي أو مع منتخب بلاده. وقال يورغينز في تصريح لموقع وين وين إنه لا يعرف المعايير الخاصة لتكون في قائمة الكرة الذهبية، لكنه يعتبر رحيمي قام بالعديد من الأشياء الجيدة خلال الموسم الماضي سواء مع العين أو مع المنتخب المغربي تشفع له بأن يكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بهذه الجائزة. وأضاف يورغينز في دفاعه عن سفيان رحيمي أن اللاعب المغربي حقق موسما استثنائيا مع العين بفوزه بالدوري الإماراتي وعصبة أبطال آسيا، بالإضافة إلى حصده للميدالية النحاسية رفقة المنتخب المغربي في دورة باريس الأولمبية، وهي الدورة التي توج هدافا لها. وكل هذا ولا يوجد ضمن لائحة المنافسين على الكرة الذهبية، فهذا أمر غير معقول.